الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده عن محور 26 يوليو بعد التطوير. هنشوف الطريق بقى عامل ازاي. انا كده جاي من اتجاه ميدان الرمايه، منطقه حازم حسن والكلام ده، ورايح في اتجاه المحور. انا كده طلعت، يعني انا كنت على الطريق الصحراوي وطالع كده المحور في اتجاه ميدان لبنان. ده الاتجاه اللي جاي من 6 اكتوبر، مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد، ورايح في اتجاه المهندسين وميدان لبنان. زي ما انتم شايفين الاعمدة اللي طالعة دي هي اعمدة المونوريل اللي هي جنب الطريق. طبعا هم شغالين في المونوريل بقالهم يمكن سنة واكتر، سنتين. و موضوع الانشاءات دلوقتي كلها لسه في الانشاءات الخرسانه والكلام ده. انا كده طلعت المحور زي ما هتشوفوا كده، او زي ما انتم شايفين هتلاقوا الطريق اتغير تماما عن المحور زمان. المحور زمان كان حارتين، التالتة بالعافيه، وكان دايما زحمه ومشكله كبيره. لاحظنا هنلاقي ان الحارات دلوقتي 6 حارات في اتجاه واحد. باكد تاني، انا في الاتجاه اللي جاي من الشيخ زايد واكتوبر، ورايح في اتجاه ميدان لبنان. على اليمين ظاهر جدا شغل المونوريل بيحصل، والحقيقه ان الشغل ده هو حاصل من مدينه 6 اكتوبر لحد الجزء اللي احنا ماشيين عنده. بعد كده لسه الشغل ما تمش يعني، او لسه في اعمال خرسانه لسه هتطلع، يعني اعمده والكلام ده. طريق 6 حارات يمين و6 حارات شمال، وبينهم الحاجز اللي في النص، واعمده الهاي ماست، الاضاءه اللي هي العاليه اللي ارتفاعها يمكن 25 متر تقريبا. الحته دي كان اسمها نفق فودافون، نفق اتشال طبعا، واتعمل هنا كوبري لان في محور جديد بيتعمل بيجيبك من ميدان الرمايه يدخلك منطقه ابو رواش الصناعيه، وده هيكون معدي فوق المحور زي ما احنا شايفين اللي عدينا فيه. ده كان اسمه نفق فودافون، نفق اتشال تماما واتعمل مكانه كوبري فوق المحور. طبعا على اليمين كده لسه في الاعمده بتاعه المونوريل لسه شغالين عليها، لكن في الدخله اللي جايه دي في نزله كده هنلاقي فيه اللي هو الربط بين محور بيسموه محور الطريق الابيض تقريبا، والمحور ده محور موازي لمحور 26 يوليو. دخله هي دي طبعا لسه في الحواجز بتاعه المونوريل موجوده، لكن الدخله اللي على اليمين بس. الدخله دي بتنزلك على محور اسمه محور الطريق الابيض. لما يكون المحور زحمه معاك ممكن تدخل على محور الطريق الابيض وبيوصلك للدائري برضه، بس هي مشكلته ان انت علشان تاخد اتجاه المرج وبشتيل هتضطر تلف لفه من بعيد شويه، لكن هنا هتطلع على طول من على محور 26. محور الطريق الابيض موازي للمحور اللي احنا ماشيين عليه، الفرق بينهم كده حوالي 200 متر. ودايما وانت ماشي على المحور هنا هتكون شايفه على يمينك محور كبير برضه، و4 حارات يمين و4 حارات شمال. الطريق طبعا الكثافه المروريه عليه عاليه، لكن ما بقاش فيه زحمه زي الاول. طبعا لو كميه العربيات دي هي اللي موجوده الاول كان هيبقى الطريق زحمه وهتلاقيك ماشي بالعافيه. ده اول رادار هيقابلنا على اليمين هنا، كلها الرادارات الصامته اللي هي الواقفه العمودي فيها جزء اسود اهوت، وعلى يميني مش عارف هيظهر معاك ولا لا. على اليمين اهوت الرادار ده رادار سريع جدا، بيلقط عدد عربيات كبير في لحظه واحده. وطبعا السرعه 100 هنا على الطريق مش مناسبه خالص، لكن ايا كان هم حددوها بالشكل. على يميني طبعا منطقه المنصوريه، وفي تحت كده في محور اعتقد ان هي ترعه المريوطيه، يعني ده المحور بتاعها تحت كده، بس مش مربوط على المحور 26 يوليو اللي احنا ماشيين عليه، ما فيش طلوع ونزول من عليه يعني.
برضه قلت بدل ما نقفل اوريكم الطريق ونسرع الجزء ده لحد ما نقرب من الدائري. كده قربنا على الدائري. المنطقه اللي جايه هي هنلاقي في كوبري كده، في منزل وفي مطلع والكلام ده. هتلاقي الدخله اللي جايه دي بتدخلك بتوديك على محور الطريق الابيض تاني، لكن هي في الاصل معموله علشان الاتجاه شمالا، او يعني في الاتجاه اللي على الشمال هنروح على محور بشتيل. ده المحور اللي بيتبني جديد اللي هيوصلك لمنطقه المهندسين من شارع احمد عرابي. هي دي النازله اللي بتودي على محور احمد عرابي. طبعا هم لسه شغالين في الجزء بتاع بشتيل، تم ازاله عدد كبير من الاعمار في الشارع الرئيسي، واتعمل اجزاء منه كتير قوي في الاعمده الخرسانيه بتاعه الكوبري. المحور طبعا كله هيكون كوبري من جوه، من عند احمد عرابي لحد في رادار على اليمين اهوت. هيكون الكوبري من احمد عرابي لحد بعد بشتيل. طبعا مش قادر امسك الكاميرا عشان اوريكم الانشاءات اللي على الشمال، لكن النقطه اللي احنا فيها دي قبل الدائره على طول هتكون محور الربط بين محور بشتيل اللي هيدخلك المهندسين مباشره من اتجاه احمد عرابي. طبعا انا داخل كده على منطقه الدائري. هتلاقوا يعني الصعوبه كلها في الحته دي. الست حارات او اللي هي بقت 8 حارات في الجزء اللي احنا فيه، 8 حارات هترمي على حارتين 3 بالكتير قوي. وفي الوصله اللي هي من بعد الدائري لحد ميدان لبنان هتلاقيهم حارتين بالظبط. فدايما المكان ده هتلاقيه دايما زحمه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وانا عملت فيديو قبل كده عن الحته دي وصورناها كويس. تلاقي الزحمه دي مكمله معاك لحد ميدان لبنان. خلاص كده يعني، ما انت ال8 حارات خلصوا. انا جيت من عند الصحراوي لحد هنا في 5 دقائق تقريبا، لكن علشان تدخل جوه المهندسين تاخد معاك يمكن 10 دقائق كمان بسبب الزحمه دي. سواء يوم اجازه او يوم عمل او ايا كان، هتلاقي طريق زحمه بالشكل ده. لان انت عامل زي خرطوم وخنقته. انت 8 حارات خلاص بيقفلوا على حارتين، فهتلاقي دايما المنطقه دي بالشكل ده. وهي المنطقه اللي تحت الدائري تحديدا، يعني المنطقه اللي تحت الدائري هتطلع بقى الدائري اي اتجاه انت محتاجه، اتجاه الهرم، اتجاه المرج، اللي انت عايزه. لكن زي ما شفنا المحور بقى حاجه جميله جدا. هو التطوير كله من المنطقه بتاع الصحراء واللي انا بدات من عندها لحد الجزء ده. ان شاء الله بعد محور بشتيل ما يتعمل مش هندخل بقى نوصل ميدان لبنان من الحته دي. احنا هننزل على محور بشتيل. محور بشتيل هيوديك احمد عرابي في 5 دقائق تقريبا. برضو محور معمول بنفس المواصفات بتاعه المحور هنا، 6 حارات يمين 6 حارات شمال، والاعمده الهاي ماست في النص الحوادث. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومستني منكم اشتراك ولايك علشان